لو انت مهتم تتعلم عن ادوات برنامج الاكسل وتحليل البيانات، ما تنساش تسجل بياناتك في لينك التسجيل الموجود في الوصف تحت. ويلا بينا نبدأ نتعلم واحدة من اهم ادوات الداتا كليننج، وهي تكست كولم. تعال نشوف ازاي بنستخدمها. يلا بينا. كتير جدا بتواجهنا مشكلة لما بننزل داتا من قاعدة البيانات بتاعتنا الموجودة في الشركة، للأسف البيانات ما بتكونش متنظمة أو ما بتنزلش بالصورة اللي احنا عايزينها. أوقات كتيرة جدا بتكون متداخلة مع بعضها. تعال نشوف إن ازاي نستخدم أداة جوه برنامج الإكسل تفصل الداتا دي عن بعضها. تعال نبص مع بعض. زي ما انت شايف ما بين نوع الفاتورة ونوع البيزنس واسم الشركة والولاية أو المحافظة اللي فيها الشركة، لاحظ إن في علامات زي الكسر أو علامة الاسم. ممكن تكون العلامة دي مختلفة، ولكن تاني طريقة الحل بتاعتها واحدة. أول حاجة هنقف على العمود كله ونروح على قائمة اسمها داتا، ونختار الأداة اللي اسمها تكست كولم. لاحظ إنها عبارة عن عمود أو كلام أو تكست ومتحول لعمود. هدوس عليها. بيسألني يقول لي انت عندك ديليميتد، والديليميتد هنا اللي هي الفاصلة او العلامة اللي موجودة اللي هي علامة الاسم. هقول له نيكست. بيقول لي ممكن تختار شكلها، هقول له طبعا اقدر واحط العلامة اللي موجودة قصادي. لاحظ بمجرد ما حطيتها فصل لي البيانات بتاعتي للأعمدة دي. طبعا هختار كلمة فينيش، ولاحظ ان البيانات بتاعتي نزلت في الاربع أعمدة دول. وبكده بشكل سهل جدا وبسيط قدرت افصل البيانات بتاعتي بدون ما ابوظها او اعدل حاجة فيها.